الموبايلين دول حاليا اهم موبايلات في السوق المصري لان سعرهم قريب جدا من بعض، ايفون 13 وسامسونج اي 56. وعملت لك المقارنة دي النهاردة عشان انا اتسألت قبل كده لو انا معايا متوسط من 20 ل 25 الف جنيه اشتري ايه. عشان كده النهاردة هقول لك كل حاجة عنهم. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. واول حاجة هنبدأ بيها هي السعر. الايفون مع انه اقدم الا انه بيجي بسعر بيبدأ من 24 الف جنيه من غير الضريبة. اما سامسونج اي 56 فبيجي بسعر 22 ونص لنسخة ال 128 و25 لنسخة ال 256، وطبعا مفيش ضريبة لان الضمان محلي. وهنا السامسونج يتفوق في أول نقطة معانا وهي السعر. ندخل بقى على تاني نقطة معانا وهي التصميم. وطبعا أنا عارف إن الموضوع ده نسبي وبيختلف من شخص لآخر، بس برضو الموبايلين بيجوا بتصميمات شيك. ومع إني شايف إن التصميم أحسن في الموبايل الجديد اللي هو سامسونج، إلا إن في ناس برضو بتحب شكل الآيفون مهما كان حديث أو قديم. الخامات في الموبايلين ممتازة، والاتنين بيجوا بخامات بريميوم بإطار فلات معدني مع ظهر زجاج طبعا زي ما انت شايف. وبعيدا عن التصميمين، الموبايل اللي هيريحك في مسكته في ايدك بشكل مطول هو الايفون 13، لانه بيجي بحجم اصغر وبوزن اقل مع وزن 174 جرام مقابل ال 198 في السامسونج اي 56. عشان كده ممكن ندي نقطة التصميم دي لصالح الايفون. السامسونج بيشيل شريحتين على عكس الايفون اللي بيجي بشريحة واحدة، ولكن الموبايلين بيدعموا الشريحة الإلكترونية الاي سيم، وطبعا الاتنين 5G. والصوت في الموبايلين ستيريو بجودة واضحة وممتازة ومفيش فيها أي تفوق في موبايل عن التاني. وقبل ما ننتقل على نقطة الشاشة، عشان تفتح الموبايلين لازم أولا مع الآيفون 13 هتلاقي الفيس اي دي، أما السامسونج هتلاقي بصمة مدمجة في الشاشة. طبعا الاتنين شغالين بكل كفاءة، بس أنا من وجهة نظري بفضل الفيس اي دي أكتر لأنه بيديني سلاسة أكتر في الاستخدام وبريح دماغي وأنا ماسك الموبايل. الايفون 13 عشان لسه قديم فبيجي مع منفذ الشحن القديم اللي هو اللايتنينج، اما السامسونج بيجي من نوع تايب سي، وطبعا الاتنين لسه بيدعموا الشحن بسرعة 2.0 مع سهولة طبعا التايب سي في الملحقات اللي بتشتغل عليه، ودي تبقى ميزة للسامسونج. لكن هنا الايفون هتلاقيه بيتفوق في خاصية الماج سيف وكمان مقاومته للمية اللي بتيجي بمعيارية اي بي 68. اما السامسونج بيتفوق بالخطين مع العلم ان مقاومته اقل بتيجي اي بي 67. عشان لو هندي اي حد نقطة هندي الموبايلين كل واحد نقطة عشان يبقوا متعادلين في الحتة دي. نيجي بقى لنقطة مهمة معانا وهي السوفت وير. هنركن بقى انحيازاتنا على جنب، وسواء انت كنت من مستخدمين الاي او اس او الاندرويد فهنا برضو السامسونج بيتفوق بس في نقطة معينة وهي نظام التشغيل. لان السامسونج اولا هيدعم تحديثات كتير لان الموبايل لسه حديث معاك مثلا 6 سنين على عكس الايفون اللي فاضله سنتين او 3. وما تنساش طبعا ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة اللي بتيجي مع سامسونج، عشان لو هندي حد نقطة فالنقطة دي تروح على طول للسامسونج اي 56. نيجي بقى للشاشات، وهنا طبعا فرق الحجم واضح ما بين الاتنين، لأن الآيفون بيجي بشاشة أوليد أصغر بحجم 6.1 مقابل الأكبر 6.7 إنش، وبتيجي سوبر أموليد في السامسونج اي 56. ولو أنت من النوع اللي بيحب يستخدم الموبايل بإيد واحدة طبعا هتميل للآيفون، ولكن هنا شاشة السامسونج أفضل عشان معدل التحديث اللي بيجي 120 هرتز بغض النظر عن الحواف السفلية الأكبر شوية من الآيفون، ولكن الشكل مش ملحوظ قوي. وعشان كده معدل التحديث ده في السامسونج هيديك سلاسة أفضل وأحسن من الآيفون. أما عن الألوان فهتلاقيهم الاتنين شبه بعض جدا في الحدة وكل حاجة، لكن بيختلفوا في السطوع، لأن السامسونج بيتفوق ب 1900 نتس مقابل 1200 نتس في الآيفون، وكمان بيتفوق زي ما قلت لك بال 120 هرتز. وعشان كده هندي النقطة دي بكل جدارة للسامسونج. عشان ندخل بقى على نقطة المعالج، وهنا الكلام محسوم للآيفون. الموبايلين بيقدموا أداء قوي. الايفون مع معالج A15 بايونيك الغني عن التعريف مقابل سامسونج اكسينوس 1580. وعلى الرغم من ان الايفون اقدم ب3 سنين الا ان النتائج ابهرتني لانه بيجي اقوى في الاداء من السامسونج. يعني زي ما انت شايف كده في السنجل كور بيوصل لقرب الضعف، اما في المالتي كور فده قده مرة ونص تقريبا. وده كمان هينعكس معاك على الاداء اليومي. واضح هنا سرعة الموبايل حتى في الفتح من البداية أو في الدخول على التطبيقات، بس الفارق هنا في الحاجات البسيطة مش كبير قوي. أما لما تيجي بقى للشغل التقيل هتلاقي الفرق ده بيوسع معاك جامد، لأن الآيفون هيديك سلاسة في كل حاجة في الشغل. وكمان لو بتعمل فيديو على الموبايل بتمنتجه مثلا هتلاقي في الاستخراج أسرع بفرق كبير وواضح زي ما هو باين دلوقتي. كمان بقى لو هنضيف حاجة على قوة الآيفون فهتلاقي من ضمن المميزات إن الآيفون هنا مش بيسخن زي السامسونج، وواضح جدا فارق الحرارة في الاتنين بيوصل معاك لحد كام درجة مئوية. عشان كده هندي النقطة دي بكل جدارة واحنا مستريحين للايفون 13. نيجي بقى للنقطة اللي في ناس كتير بتستناها،
وكمان في ناس كتير بتتريق على الايفون بسبب البطارية. الأول بس أنا عايزك تعرف إن الآيفون بيجي ببطارية أقل بكتير بواقع 3240 مقابل 5000 في السامسونج، وده لأول لحظة أنت هتقول بس خلاص كده تمام يبقى السامسونج هيكسب في النقطة دي، لكن قبل ما أقول لك الكلام الواضح معانا أنا بوريك هنا إن الموبايل ده بيجي ببطارية 100%. وهنا كان الاختبار بتاعنا إننا بنسجل فيديو بدقة 4K لمدة 25 دقيقة وكمان مشاهدة فيديوهات لمدة 20 دقيقة. هنا بعد شوية الحاجات دي هتلاقي الآيفون معاك بينزل من 100% لحد 96، أما السامسونج بيوصل لحد 93. ولكن ما تقلقش، مع الاستخدام المطول والمكثف بعد كده هتلاقي النتائج بقت واحدة تقريبا، عشان كده الاتنين هنديهم نفس النقطة. لكن هنا السامسونج بيتفوق بسرعة الشحن لأنه بيشحن بالكامل في ساعة و18 دقيقة مقابل الآيفون اللي بيشحن في ساعة و40 دقيقة. وعشان الآيفون كان صامت في المواجهة دي والسامسونج كان أسرع في الشحن هندي لكل واحد نقطة. نيجي بقى للنقطة الأهم معانا وهي الكاميرات. وطبعا الأرقام واضحة قدامك على الشاشة، تقدر توقف الفيديو وتقراها براحتك، بس هقول لك هنا إن السامسونج بيتفوق على الآيفون من ناحية الأرقام لأن الكاميرا الأساسية فيه بتيجي 50 ميجا، أما في الألترا وايد والكاميرا الأمامية الاتنين نفس الأرقام. في الصور هتلاقي السامسونج ظابط حتة لسعة الضوء شوية في الصور، حتى لو خدنا الصور دي أكتر من مرة سواء في الآيفون أو الاي 56 هتلاقي إن أنت محتاج تظبط حدة الضوء اللي واضحة في الآيفون كل مرة، على عكس السامسونج الدنيا مظبوطة تلقائي. لكن لو قللت التعرض للضوء في الآيفون ساعتها هتحس إن الصورتين متطابقين تماما. كمان هتلاقي في السامسونج لما تيجي تعمل زوم للصورة هتلاقي في حدة شوية هنا، على عكس الآيفون اللي هتلاقي الصورة فيه بتنغمش أو بتبكسل بتديك فيها نويز بشكل ملحوظ. في العدسة الواسعة الآيفون محتاج إضاءة أعلى شوية عشان يديك أحسن نتيجة، أما السامسونج فبيديك أداء أفضل بشكل مباشر. وكمان على العكس هنا هتلاقي البورتريه في الآيفون بيديك دقة عزل للجسم أعلى شوية من السامسونج، مع العلم إن الاتنين ممتازين. ولما قلت لك إن الآيفون بيدي نتيجة أحسن ده عشان خاطر أنت لما بتيجي تعمل زوم هتلاقي الحواف مظبوطة بالملي. اما بقى في موضوع الفيديوهات فالامر هنا ما فيهوش كلام، الايفون 13 افضل بكتير لانه بيصور بدقة 4K بكل العدسات وكمان بمعدل 60 اطار في الثانية سواء بقى في الكاميرات الامامية او الخلفية. لكن السامسونج بيصور 4K وكل حاجة، ولكن معاك حدود هي 30 اطار في الثانية. اما بقى لو عايز تصور 60 اطار يبقى تصور فول اتش دي وتريح دماغك. وكده كده احنا عارفين دايما في كل المقارنات تصوير الفيديوهات في الايفون بيبقى حاجة تانية ومختلفة عن اي موبايل بينافسه. ولو لاحظت هنا في تصوير الفيديو هتلاقي الايفون بيظبط لك موضوع لسعة الضوء اللي اتكلمنا عنها في الصور اللي كانت بتحتاج هناك منك تظبيط، هنا لا الدنيا متظبطة تلقائي. النتائج هنا في الموبايلين تنافسية جدا والارقام قريبة من بعض، بس لو بتسألني انا بميل لكاميرا مين اكتر هقول لك الايفون بكل بساطة. وعشان نحسم النقطة دي هنا هقول لك لو عايز تفوق في الصور يبقى السامسونج، ولو عايز تفوق في الفيديوهات يبقى الايفون. وعشان كده هندي كل واحد نقطة زي ما عملنا في موضوع البطارية. وفي النهاية يا صديقي أقول لك خلاصة المقارنة، لو عايز موبايل في الأداء أقوى مع شحن وايرلس مع سلاسة في الأداء وتصوير فيديوهات أحسن يبقى الآيفون بكل بساطة. أما بقى لو عايز موبايل كويس في الصور مع الشاشة الأفضل مع التايب سي الأحدث وكمان موبايلك يعني لسه نازل جديد في السوق يبقى على طول ما تفكرش وروح للسامسونج اي 56. دي كانت المقارنة بتاعتنا، وفي النهاية الرأي يرجع لك انت، وطبعا رأيك يهمني، ممكن تقول لي رأيك في التعليقات وطبعا هستناه. وكمان من وجهة نظرك انت فضلت انه موبايل فيهم، واكتب لي كمان لو انت محتاج اي مقارنة ان شاء الله نحاول نعملها في اقرب وقت. عشان لحد هنا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة وشكرا 52 ألف مشترك. مع السلامة.